تمرينة الصدر بالجهاز او شيست فلاي ماشين من التمارين لازم نحطها في اي جهاز قولا واحدا. اهم حاجة تظبيط الجهاز، اللي واحنا في الجيم لازم نظبط الجهاز. بنظبط الدراع بتاع الجهاز ما يكونش ورا خالص عشان خاطر ما يجيبلناش اي اصابه في الكتف، وما يكونش قدام خالص عشان ما نعمل استفاده لعضله الصدر. بيكون في مستوى الكتف، مستوى الدراع، ومستوى الجسم من الجنب، زائد الكرسي اللي احنا بنطلع وبننزل، بحيث ان ازاي كل واحد وليه القعده المخصوصه بتاعته، مش ولا واطي خالص ولا قدام خالص. اهم حاجه يكون المقابض اقل من مستوى كتفك، يعني ان نازله عن مستوى كتفك شويه. واحنا بنعمل التمرين دوت من الملاحظات المهمه جدا، اللي انت وانت بتضم بسرعه وبترجع بالراحه. بتضم تعمل سكويز للعضله حوالي 5 ثواني 6 ثواني، وبترجع تاني تفتح. سكويز ونفتح، دي بيأثر على العضلة تأثير ممتاز جدا، ويضخ دم للعضلة بطريقة لا تتصوروها يا جماعة. جربوا التمرين دوت بالطريقة دي وشوفوا التأثير بتاعه. أهم حاجة يبقى ظهرك لازق في الكرسي، الكتاف في قرش بسيط موجود من ناحية أسفل الظهر، كتفك لازق في الكرسي. جربوه وهتدعوا.